السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خطيرة إيمانية جديدة بعنوان 5 علامات تدل على محبة الله لك. قبل ما أدخل في موضوع العلامات، حابب أسأل حضرتك سؤال. عمر حضرتك وقفت مع نفسك وسألت لو موتك جه دلوقتي ربنا راضي عنك ولا لأ؟ كتير مننا بيهتم برضا الناس وبننسى إن أهم حاجة رضا ربنا. النهارده هنعرف مع بعض علامات رضا ربنا وازاي نرجع له قبل فوات الاوان. زي ما ربنا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ركز معايا، لان كل كلمه هتسمعها النهارده ممكن تغير حياتك. وقبل ما ندخل في العلامات، عايز بس اقول لحضرتك يعني ايه رضا. معنى رضا ربنا ده ايه؟ الرضا ده هو اعظم نعمه، مش مجرد كلمه. وربنا عقبه في الايه الكريمه ذلك الفوز العظيم، لأن الفوز مش في المال ولا في الجاه، الفوز في رضا ربنا. يعني أنت ممكن تلاقي واحد بسيط جدا لكن قلبه مرتاح، بيضحك من قلبه والناس كلها بتحبه، ده عند ربنا رضا. طيب تعالى بقى ندخل في الموضوع عشان أقول لحضرتك إيه هي علامات الرضا. 1، التوفيق للطاعة. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني لو حضرتك بدأت تصلي ركعتين ربنا يفتح لك أبواب أكتر، تلاقي ربنا يوفقك للطاعة، تلاقي حضرتك بتقوم لصلاة الفجر من غير منبه. هو ده التوفيق للطاعة. 2، محبة الناس ليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. زي واحد بسيط جدا أول ما يدخل مكان تلاقي الكل يفرح بيه، ربنا وضع له القبول في قلوب الناس. عمرك ما حسيت كده ان واحد اول مره تشوفه تلاقي نفسك مرتاح له؟ هو ده القبول اللي ربنا بيوضعه في قلوب الناس. تاني حاجه، معلش، تالت حاجه، راحه القلب. قال الله: الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني زي شخص كده يسمع القران وسط الزحمه يحس كأن الدنيا كلها وقفت وقلبه هدي كده ونزل عليه طمأنينه وسكينه. طيب رابع حاجه، الستر من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني حضرتك ممكن تعمل ذنب كبير لكن محدش يعرف غيرك. الحقيقة ان دي مش صدفة، لا، ده لان ربنا سترك، بيديك فرصة تتوب، بيديك فرصة ترجع له، بيديك فرصة تراجع نفسك. ده من علامات محبة ربنا لك. خامس حاجة، حب الخير وكراهية الشر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. يعني تحس ان انت بتتضايق لما تشوف حاجة غلط، بتلاقي قلبك بيعرض عنها حتى ما أعرضتش عنها بلسانك. ده من علامات حب الله لك. طب ايه علامات السخط؟ وليعاذ بالله، ربنا يعافينا جميعا يا رب.
قسوة القلب والبعد عن الطاعة. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني مثلا تلاقي واحد كده بيعمل معصية في الشارع، متباهي متفاخر بنفسه، وتقعد تقول له ربنا، يضحك يقول لك طيب، مش فارق معاه حاجة. ده في حاجة مهمة جدا حابب أقول لحضرتك عليها. هو أنا إزاي أنال رضا ربنا ده؟ إنك تتوب توبة صادقة، ترجع لربنا دايما عن أي ذنب، مهما أخطأت ارجع. إن الله يحب التوابين. وإيه كمان؟ كثرة الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإيه كمان؟ خدمة الناس وجبر الخواطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طب وإيه كمان؟ بر الوالدين. لأن رضا ربنا في رضا الوالدين طبعا، وطبعا الموضوع ده كبير، وإن شاء الله يكون لي حل. رابع حاجة: الإحسان في السر. يعني صدقة أو ركعتين بالليل محدش يعرفهم غيرك، حاجة كده وصل بينك وبين ربنا. طيب أنا عايز أوصل لرضا ربنا. يا أخي أبواب الخير كتير. أنت ممكن حضرتك تخصص كده 10 دقايق كل يوم تسأل نفسك فيهم: هل أنا ربنا راضي عني دلوقتي؟ أنا فين من رضا ربنا؟ ده في حد ذاته قرب من ربنا. يا أخي قبل ما تنام استغفر 100 مرة. اعمل عمل خفي ما بينك وبين ربنا. قلل وقت السوشيال ميديا وزود وقت القرآن. اعمل لنفسك كده قائمة رضا كل أسبوع، وابدأ أجي آخر الأسبوع أنا عملت إيه؟ حققت إيه من القائمة دي؟ عملت إيه يقربني من رضا ربنا؟ وعملت إيه يبعدني عنه؟ يعني حاسب نفسك قبل ما ربنا يحاسبك. ولو وصلت للمرحلة دي إن شاء الله في رضا ربنا. وأخيرا عايز أقول لحضرتك حاجة: خد بالك، رضا ربنا مش رفاهية ولا حاجة نأجلها لبعدين، ده الأمان الوحيد. لأن لو ربنا راضي عنك ما تخافش من أي حاجة في الدنيا، لا مرض ولا ضيق ولا بشر. ويا بخت اللي هيسمع الندى يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأخيرا أدعو الله: اللهم ارزقنا رضاك والجنة، وأعوذ بك يا رب من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عبادك الذي تقول لهم يوم القيامة: عبدي أنا راض عنك فهل رضيت عني؟ اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأحسن خاتمتنا، ولا تحرمنا يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين يا أرحم الراحمين. لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل جديد، وعشان الخير يشمل الناس كلها. وللعلم دي صدقة جارية كلنا نستفيد منها. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.